ليش دائما سقف منتخباتنا بيوقف عند الدور الثاني؟ يعني شو بينقصنا لحتى نحلم بالكأس مثلا؟ سؤال كتير بيتردد معي ومع كتيرين كمان. ليش بمشاركة منتخبنا السوري لكرة القدم في أي بطولة بيكون طموحنا دائما نتجاوز الدور الأول؟ يعني إيمة الوقت لنطلع السلم درجة تانية ونصير نتفكر نتأهل لدور قادم، أو بصورة أدق الفوز بمرحلة أقصائية. إن المشكلة بنوعية اللاعبين، هي الفقة والياس هدايا والصلخدي وخريبين وغيرهم هن المحترفين بالأصل وخارج سوريا. وإن المشكلة بالمدرب، يا جماعة تاريخ خوسيلانا معروف. وإن المشكلة بالعقلية، والله هون رح وقف. معقول المشكلة بالعقلية اللي عم يتفكر فيها؟ خلونا نكون منطقيين شوي ونرد على البعض اللي قالوا هذا الإنجاز بتأهل منتخبنا للدور الثاني بكأس العرب هو إنجاز تاريخي. ليش تاريخي يا عم؟ نحن وصيف 3 مرات ببطولة كأس العرب، بال63 وصيف خلف تونس، وبال66 وصيف خلف العراق وخسرنا 2-1، وبال88 وصيف كمان خلف العراق بركلات ترجيح، وبال92 مركز رابع. معناتها ما في إنجاز تاريخي. الإنجاز هو بنفوسنا اللي كانت تعبانة وزهقانة من المرض اللي فيها، وإجا منتخبنا بحلاسه ولباسه الأخضر الجديد ولعب من جوا قلبه، لعب ليفرحنا ويكون جزء من البسمة اللي غابت عن نسله. هذا هو الإنجاز. الإنجاز بهدفي خريبين وبتفاعل العيلة وقت اللي اجتمعت على حب المنتخب ولابسة علم سوريا ومزينة في البيت. طوينا بطولة كأس العرب ولازم نوقف كنا مع منتخبنا ونطلب منه المزيد من الجدية والعمل على تغيير العقلية من المشاركة للمنافسة. لازم نوقف كنا مع اتحاد الكرة ونشد على إيده وننتقده نقد بناء ونساعده في طرح حلول لكرة، مو نكون منظرين ونشوف جانب واحد بس. خلينا نضوي على الإيجابي ونلاقي بديل لأي واقع سلبي. وهلأ يا حلوين، تحضير لبطولة كأس آسيا 2027 واللي رح تقام بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة 24 منتخب. وطموحنا يا شواهين الشام تحليق بالعالي والتقدم للأمام. كنا واحد، قيادة وجمهور وإعلام.